اهلا بيكم في فيديو جديد من المطبخ البيتي. وصفة النهاردة وصفة ترندي جدا، مشهورة جدا جدا في محلات بلبن المشهورة طبعا، والناس عليها بالطوابير. وهي القشطوطة. من جمالها وحلاوتها قلنا لازم نعملها ونعرف ايه الطبقات بتاعتها. تعالوا بينا نشوف الطبقات المميزة بتاعتها. اول حاجة طبعا هنحضر طبقة الكيك، عبارة عن 6 بيضات بحرارة الغرفة، عليهم كمان نص كوباية كده من المية، عليهم معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا السايلة، ومعلقة كبيرة كده من الخل الأبيض. كمان جبت هنا نص كيلو من الاسبونج الجاهز. معروف ان طبقة الكيك ديت مش بتاخد لا زيت ولا زبدة ولا اي حاجة عشان تبقى خفيفة معانا. ومعايا معلقة صغيرة كده من محسن الجل، لو متوفر عندنا هنحطه، مش متوفر خلاص هنكتفي بس بالاسبونج الجاهز. هبدأ كده اخلط المكونات كده مع بعض، واشغل العجان على سرعة عالية لمدة 10 دقايق لغاية لما الخليط بتاعي لونه يبقى ابيض وفاتح، طبعا يملى البولة بتاعتي وكمان يتقل. بعد ما ضربت كده الخليط بتاعي وبدأ يبقى لونه ابيض كده وفاتح وجميل اهو، ويبقى تقيل معايا. جبت صينية كبيرة كده، عبارة عن يعني مقاسها 30 في 40، وبطنتها كده ورق الزبدة. نزلت كل الخليط بتاعي في الصينية بتاعتي. طبعا مقاس الصينية ده كبير، ممكن تعمليها في أصغر، بس عشان تبقى تديكي طبقة كده ما بتبقاش عالية قوي من الكيك. عايزين صينية تبقى كبيرة وواسعة، ما تبقاش طبقة عالية ولا تبقى طبقة رفيعة طبعا. بس المقاس ده كويس جدا لنص كيلو من الاسبونج. هندخله على درجة حرارة 180، طبعا كنا مسخنين الفرن قبل كده لمدة تقريبا 45 دقيقة. ما نفتحش الفرن نهائي إلا لما تعدي المدة بتاعتها، ونختبرها كده بالخلة وتطلع بالشكل ده. لونها فاتح وجميل جدا وطرية وهشة. هبدأ بقى أسيبها كده لغاية لما تهدى تماما. وتعالوا بينا نحضر الطبقة التانية من القشطوطة بتاعتنا الجميلة. عبارة عن طبقة كده من الرز بلبن. حطيت كده كوباية من الرز المصري بتاعي المغسول، وعليها كوباية ونص من المية، وغليتهم كده على النار. وبعد ما دخلت فيه نص سوا، متبقاش سوا كامل، هبدأ أضيف لتر كامل من اللبن البلدي بتاعنا أو اللبن المعلب، مش هتفرق. بس طبعا اللبن البلدي بيدي طعم وحلاوة جدا بما ان فيها قشطة، فعايزين محتاجين اللبن البلدي بتاعنا. هبدأ كده اسيبهم على النار لغاية لما يغلي معايا اللبن ويدخل في مرحلة السوى. هنضيف كده نص كوباية او كوباية من السكر، هي كوباية من السكر الحبيبات على حسب طبعا المذاق بتاعك. وحطيت كمان نص كوباية من المية، عليهم معلقتين كبار من النشا، ودوبتهم كده مع بعض وضفتهم مع الرز بلبن. وهسيبهم يغلوا كده مع بعض لغاية لما الخليط بتاعي يتقل. وهطفي النار واضيف كده ظرف من الفانيليا، بتدي طعم حلو قوي للرز بلبن بتاعنا. وبما ان الرز بتاعنا او اللبن بتاعنا دسم، مش محتاجين نحط كريم شانتيه ولا اي حاجة لانه فيها القشطة بتاعتها. جبت هنا العلب الجاهزة اللي بنشوفها في المحلات، بتستحمل الحرارة اهي، عليها رقم 5، وبتدخل الميكروويف. بس انا مش بدخله الميكروويف طبعا، يعني ما بحبش ادخل الحاجات البلاستيك دي الميكروويف، بس ان انا بعتمد عليها ان هي بتستحمل الحرارة، ان انا بحط فيها الحاجات السخنة او الوجبات الجاهزة اللي بنشتريها من بره. فببدأ بقى احط فيها معلقتين كبار كده من الرز بلبن، بتبقى طبقة خفيفة، ما بتبقاش طبقة كتير قوي، عشان نبقى بنعملها زي المحلات اللي احنا بنشوفها برا طبعا. حطيت فيها كده كبشتين كبار من طبقة الرز بلبن، وهسيبهم يهدوا تماما وادخلهم التلاجة لغاية لما يبدأ الرز بلبن يتماسك معايا بالشكل ده اهو. وفي اللحظة دي انا شلت طبعا طبقة الكيك اللي بتبقى على الوش، وقشرتها كده من الجوانب وقطعتهم، مش محتاجين ليهم، لانه احنا طبعا بنشوف طبقة الكريمة او طبقة الكيك بتبقى لونها ابيض كده من جميع الاتجاهات، مش محتاجين فيها القشرة القشرة الخارجية من الكيك. جبت هنا كوباية ونص من اللبن، هدوب كده معلقة كبيرة من السكر، مش اكتر من كده، لانه طبعا فيها كيك وحاجات كده صوصات كلها فيها سكر، مش محتاجين نسكر الحاجة تماما. ومعلقة كبيرة كده من القشطة البلدي بتاعتنا ضفتها على اللبن، ودي اللي هنسقي بيها طبقة الكيك.
دي القشطة البلدي حلوة قوي مع اللبن، بتدي كده دسامة وقوام حلو قوي للكيك بتاعنا. هقلبها كده كويس مع بعض وابدأ اسقي طبقة الكيك بتاعتي. كل ما سقيتيها كل ما هيتشرب، عاملة زي الاسفنجة تماما، هتتشرب كل السوائل بتاعتنا وتديها طعم وطراوة جميلة جدا. بعد ما سقيتها طبعا وسبتها شوية، ضربت كده نص كيلو من الكريم شانتيه. طبعا معروف انه كل كوباية من الكريم شانتيه البودر الخام عليهم نص كوباية كده من السكر وكوباية من المية الساقعة قوي او اللبن. بس انا هنا ضربتها بالمية عشان انا حطيت لبن كتير قوي في المكونات بتاعتنا، فحبيت اضرب الكريمة بتاعتي بالمية. جميلة جدا وبتعمل طبقات وطعم حلو قوي وبتبقى خفيفة كمان في الاكل. بالشكل ده هبدأ بقى أسوي الكريمة بتاعتي، وبأي أداة عندي بقى بالسكريبر أو السباتيولا على حسب ما انتي بتشتغلي معاكي. هبدأ أسوي طبقات كده من الكريمة، طبقة حلوة قوي من الكريمة متبقاش طبقة خفيفة قوي عشان هتستحمل التوبنج اللي هيتحط عليه. بالشكل ده اهو. طبعا الصينية دي مقاسها كبير، بتدي قطع كتير، انا ادتني تقريبا 8 قطع كبار. ممكن نقلل في حجم القطعة وتديكي طبعا قطع اكتر، ممكن من 8 ل10 قطع. بالسكرابر اللي عندي كده هبدأ اساوي السطح بتاعي من الكريمة. طبعا لازم تبقى مستوية كده عشان تبقى شكلها كده متناسق وجميل. انا عندي سكرابر كده مشرشر كده بأسنان، هبدأ كده امشي عليها من فوق، تدي شكل حلو قوي. طبعا ده الشكل المعتاد اللي احنا بنشوفه في المحلات بلبن. بالشكل ده اهو. او ممكن شوكة لو ما عندكيش القطعة دي، ممكن بالشوكة ونمشي عليها كده خطوط على الكريمة من فوق. انا كده كنت بقطع كده من نص الصينية وابدأ بقى اساوي القطع بتاعتي. ممكن تقريبا انا عملتهم 8 قطع. هبدأ كده اساوي القطع بتاعتي الاول، اشوف هتاخد معايا كام قطعة. هنا ادتني 8 قطع كبار. ممكن طبعا نقلل في الحجم شوية، بس طبعا بما ان العلب عندي كبيرة فحطيت عليها بقى قطع من الكيك كبيرة في المقاس شوية. بالشكل ده اهو. ادتني 8 قطع. هبدأ بقى اشيل قطع الكيك بتاعتي من الصينية واحطها على طبقة الرز بلبن اللي في العلب وبرد تمام. بصوا القطعة عاملة ازاي، جميلة جدا، وطبقة الكريمة حلوة قوي. هنا حطيتها بقى على الاطباق الرز بتاعتي بالشكل ده اهو. وهبدأ بقى ازينها باي تزيين عندي او اي حاجات عندي، خامات جميلة عندنا نقدر نستعملها. بس هنا اضفت كمان خطوط كده من الكريمة. بما ان الكريمة كانت عندي فيها زيادة شوية، قطعت كيس من الحلواني من غير بلبلة ولا اي حاجة، واضفت عليها خطوط كده زي اللي بنشوفها في المحلات بالظبط. دي خطوة اختيارية، ممكن تعمليها او ممكن ما تعملهاش خالص لو خلصت الكريمة من عندك. بدل النص كيلو من الكريمة هنعمل ربع على قد الطبقة اللي على الوش بس. مش لازم الخطوط دي، بس بما اني انا ضربة كريمة بزيادة فحبيت اعملها زي ما احنا بنشوفها في المحلات الجاهزة. طبعا ده هيسهل لي ان هو يشيل الحاجات اللي عليها من غير ما تقع مننا. فنعمل خطوط كده عشان نحط عليها التشكيل بتاعنا. عملت العلب بالشكل ده اللي عندي كلها اهي. وانا عندي كانت علب تانية عملتها من غير رز بلبن. كمية الرز بلبن والكيكة عملت لي تقريبا 6 علب كبار من الأشطوطة بتاعتنا دي. وفي محلات كمان بتعملها من غير طبقة الرز بلبن، على حسب، بتحط بس طبقة الكيك وبتسقيها باللبن، وبيبقى فيها لبن كده من تحت، بتبقى مسقية خالص تماما كده من اللبن والقشطة. انا حطيت هنا طبقة من المكسرات اللي عندي بقى، بندق، لوز او زبيب او اي حاجة متوفرة، او حتى فول سوداني لو عندنا هنحطه. مش هنحكم نفسنا على مكسرات معينة، ودي اشطوطة بيتي يعني لازم نقتصد فيها شوية. هنا حطيت طبعا بديل البسكوت اللي هو اللوتس. فرمت بسكوت عادي جدا وحطيته كده بين طبقات الكريمة
ده بديل لللوتس. طبعا احنا مش هنكلف الحاجة يعني زي ما بنجيبها من بره، بس بتدي طبعا طعم حلو قوي. هنا كان عندي برضو فراولة وموز، قطعتهم بالشكل ده دواير كده، وهبدأ ارصهم كده جنب بعض، وحدات كده جنب بعض، وكمان يعني اي فاكهة عندك هتنفع بالشكل ده اهو. هنبدأ نرص الحاجات كده مع بعض، تدي شكل حلو قوي، ونعتبرها كمان من ضمن حلويات رمضان. ممكن نعملها كصينية كلها بتوبنج واحد، مش لازم نشكل في الاشكال دي كلها خالص، ونقطعها كده ونقدمها في اطباق وبتبقى حلوة قوي. هنا كان عندي طبعا برضو بديل من الزبدة اللوتس، سيحتها على بخار من المية وحطيتها في كيس حلواني وعملت عليها خطوط كده. طبعا ده برضو بسكوت الروتس مش اللوتس. حلو برضو يعني ماشي حلو، مش هيقول لنا لا. طبعا لازم نوفر عندنا في الخامات شوية، ما نغليهاش او ما نستعملش حاجات طبعا اوفر ما نقدرش عليها. ودي كانت الاشكال بتاعتي، شكلها حلو قوي وتحفة جميلة جدا. جربوها يا جماعة، تحفة بجد، اشكالها حلو قوي. وعملت كمان نوع من المانجا، طبعا دي اللي كانت عندنا في الفريزر وبدأنا نشتغل بيها. ودي كانت الاشكال جاهزة وحلوة قوي للاكل. طبعا العلبة دي تكفي من فرد من فرد لفردين، لانها اطباق كبيرة وحلوة قوي ومليانة حاجات جامدة جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، مكسرات وفواكه وبسكوت. عايزة تعمله بالاوريو، اي حاجة عندك هتحطيها هتنفع، وجميلة جدا. يا رب تكون الوصفة كده سهلة وواضحة بالنسبة لكم، حاجة كده نعملها في البيت، أشطوطة المطبخ البيتي، حاجة كده جامدة جدا ومكلفناهاش كتير. بصوا الكيكة عاملة ازاي، قطنة يعني بطريقة رهيبة، تحفة جدا. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا إشعارات بوصفاتي أول بأول. بصوا يعني نفس أطباق الجاهز بالظبط، وبل أحلى كمان، وغنية بكل حاجة احنا حاطينها. أشوفكوا بقى في وصفات جاية كتير إن شاء الله، ومع السلامة.